ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا النهارده نعمل روتين جديد خالص. يلا بينا نشوف النهارده هنعمل ايه. هنعمل روتين الدلع والاهتمام. هخليكي تعملي شوية حاجات ما يكلفوكيش خالص وتبقي فلة كده وشمعة منورة. حاجات بسيطة وجميلة وان شاء الله هتعجبك. اول حاجة معانا فيتامين للشعر اللي بيقع. تمام، ده فيتامين اي. بتحطيه على اي كريم بتفضليه لشعرك، ودوت يعتبر كده يعني تغذية خارجية، عشان بس نبقى صراحة مع بعض. ده كده تغذية خارجية. تمام، يعني ده مش هي برضو مش هيدي النتيجة اللي متوقعاها ان هو هيوقف تساقط الشعر. لا، ده عمره ما هيوقف تساقط الشعر. لازم نغذي من بره ومن جوه، ما نبقاش بنغذي من بره ومن جوه سايبين. احنا كده بنغذي يعني بصيلات الشعر من بره بس، احنا بقى عايزين الاساس، الجذور بتاعه الشعر. فلازم ناخد فيتامين طبعا مع الفيتامين اللي بيغذي من بره. تمام، انا هنا كده بفضي الكبسولات. انا مش هحط طبعا الكبسولات دي كلها، انا هحط طبعا علبة الكريم دي صغيرة فهحط بس اول صف منها. طبعا لو علبة الكريم كبيرة بنحطها كلها. ده مش كلامي انا، ده كلام الصيدلي اللي انا جبت منه الحاجات دي. ده كنت متعودة ان انا اعمله على طول في شعري، بس ما كنتش بصراحة بقى باخد الفيتامين معاه اللي هو الداخلي. فلما قلت له انا بحط ده بقى لي فترة وبرضو بحس التساقط، زي ما هو قال لي خلينا صراحة مع بعض. احنا كده بنغذي من بره وبنقوي بصيلة الشعر بس من بره، لكن التغذية من جوه اللي هي الجذور وكده احنا كده ما فيش اي تغذية ليها. فاحنا كده برضو يعتبر ما عملناش حاجة. فاحنا هنا هنفضي بقى كل الكبسولات كده. تمام، وكمان بقى في حاجة هنا، لو عايزة شعرك بقى يبقى ناعم قوي 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 كده وجميل، حطيله زيت جوز الهند. عن تجربة والله بجد جميل جدا جدا جدا، بيخلي الشعر ناعم قوي قوي قوي. انا هنا فضيت الكبسولات وهبقى اقلبها بعدين. تمام، وهركنها على جنب. ده بقى الفيتامين اللي احنا هناخده. انا كل الحاجات دي هكتب لكم اسمائها في الكومنتات، لان بحس الحاجه بتيجي بالمعوج كده، الاسماء بتيجي بالمعوجه كده ما بتبقاش مظبوطه. ده بقى كريم للشعر، اسفه كريم للوش. هنحط منه هي كبسولة واحدة بس على علبة الكريم، عشان ده فيتامين تقيل على الوش، فاحنا مش هنكتر منه. احنا بس عايزين شوية نضارة كده جميلة كده وخفيفة. ولو عايزة بقى كمان تخففي بقى يعني من مثلا التقدم في السن بقى بعد كده والكلام ده كله، في بقى الشابة مع الورد، مع مية الورد. تجيبي كده الشابة وتحطيها في شوية مية ورد وتقعدي تطبطبي كده على وشك بالشابة ومية الورد، هتخليلك وشك مشدود كده وجميل. ده برضو بيساعد على تأخير التقدم في السن، التعابير يعني اللي بتبقى في الوش دي. تعالوا بقى نخش على اهتمام تاني كده، روتين اهتمام تاني كده. دي اسمها املاح، ماشي؟ مونيكير او بوتيكير، بتيجي اسمها كده مانيكير او باتيكير املاح. تمام، لو ما فيش الاملاح دي هنعمل طيب تمام، هنجيب ملح عادي، ميه سخنه من السخان، وهنحط فيه شويه بريل او شويه اي شاور عندك، وتحطي رجليكي فيهم وتنقعي رجليكي فيهم، هتبقى ناعمه وجميله جدا. وده مرهم بقى تحطيه بعد الميه السخنه دي وتدهني، هيخليلك رجليكي تحفه. ولو في اي تشققات اي خشونه ايا كان هيمشيها. تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى نشوف روتين الدلع التاني برضو. شوف تاني معانا. ايوه بقى، ايوه بقى. بصوا ده بقى بقى، ده حمام مغربي. حاجة كده يعني تحفة التحف، بجد تحفة التحف. ده كده الصابون بتاع الحمام المغربي، الريحة عالية جدا، تحفة. لايك بقى، لايك يا جماعة، فين اللايك؟ ودوت الطمي المغربي او الطينة. تمام، دوت ده تحطيه برضو في مية ورد وشوية زيت زيتون كده وتحطيه على جسمك، وبالليفة بقى المغربية، وتكوني بقى مخليه الحمام عبارة عن بخار بس. تحطي كده طبق وتشغلي الدش وتسيبيه، هيعمل كمية بخار رهيبة في الحمام عشان يفتح مسام جسمك، وهتبقى جميلة جدا وناعمة. وبعد كده بالليفة المغربية بقى وتعملي جسمك كويس، وتحطي بقى مخمرية عشان ترطبي جسمك بعد الحمام المغربي. طيب تمام، ما عندناش الحمام المغربي ده، انا النهارده جايبالك بقى شويه حاجات وبدايلهم بجد هتحبيهم جدا جدا جدا.
شويه اهتمام كده من الاخر. دي نص كوبايه سكر عادي خالص وعليها ليمونه، هتحطي الليمونه على نص كوبايه السكر هتدوب معاكي، متقلقيش متحطيش ميه ولا اي حاجه. تحطي بقى الزيت عليها كمان، زيتون، ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت اطفال عادي واعملي جسمك بيهم، تبقى احلى صنفره للجسم وهتدي نعومه ولمعان خطير. طب تعالوا بقى هنا المفروض ايه بعد ما عملنا رجلينا بالميه السخنه بقى وظبطناها كده وبقت ناعمه وحراريه كده وتحفه، هنعمل ايه؟ نحط لها بقى ايه؟ دم الغزال ده يا جماعه تحفه 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 تحفه. بعد ما تعملي رجليكي بالميه السخنه هيخلي شكلها لطيف جدا جدا جدا. انت كده اعملي ايه مرتين في الاسبوع تعملي فيهم رجليكي وتلبسي كده ايه كيس طول النهار وشراب، هيخلي رجليكي زي اطفال، زي رجل الاطفال كده، تمام، هيخليها ناعمه كده وجميله قوي. وحطي بقى بعديها الكريم ده بجد هتلاقي رجليكي راحت في حته تانية خالص. وادهني الكريم اللي انا قلت عليه اللي انا هكتبلك اسمه ان شاء الله في الكومنتات، هيبقى تحفه. ما عندكيش بقى العلبه بتاعه دم الغزال دي، هاتي شويه بودره من عند العطار وحطي على شويه كريم ترطيب بتوع الوش وادهني بيهم جسمك، ادهني بيهم رجليكي اسفه عادي خالص. تعالوا بقى للدلع اللي جاي ده. تمام، ده ايه يا جماعه؟ ده زيت الحلبة. زيت الحلبة ده خرافي خرافي خرافي، حطيه على وشك هيبقى عندك خدود رهيبة عن تجربة، وطبعا عن يعني اماكن انوثة ايا كان هتلاقيه بجد تحفة معاكي. ده بقى معانا ايه بقى الدلع الجامد قوي قوي ده بقى؟ ده بقى يا جماعة طبعا احنا بنروح نرسم حنة بتبقى بالشيء الفلاني الرسمة بتبقى معدية. طب ليه انا نفسي ارسم ونفسي اتدلع كده واغير من مودي واجدد كده من نفسي؟ دي رسمة ب10 جنيه، تمام، وده قرطاس حنة ب20 جنيه، 30 جنيه الحوار كله وهيقعد معاكي شهر كامل، تمام. وما تحرميش نفسك من حاجة، يعني الحاجات دي موجودة في كل اللي هم الناس اللي بيعملوا مستلزمات تجميل طبعا حريمي، فهتلاقيها موجودة عنده يعني كتير. متحرميش نفسك من حاجة وغيري من مودك وجددي من نفسك وخليكي متجددة كده ومتألقة. مع مطبخ لولي مش هتتوقعي نفسك. مش طبخ بس يا جماعة، لا احنا لازم برضو نغير من مودنا شوية، تغيير المود مهم جدا 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 جدا. بصي بقى، يعني ورقة ب10 جنيه وقرطاس حنة ب20 جنيه هنعمل عظمة عظمة، عشان خاطر بعد كده ما تروحيش لحد يعملك حنة بقى ولا تشغلي بالك بقى بالحنة وسعر الحنة. طب خلاص انا مش هعمل، لا وكمان بقى رأس السنة داخل علينا، فعايزين كده ايه نعمل شوية حاجات كده حلوة وجميلة ونغير من نفسنا ومن يعني الروح المعنوية شوية. شايفين بعدين هنا هنرسم الرسمة مش هتكلفنا اي حاجة خالص. عايزة اقولك ان الستيكر ده او التيكت ده بيفضل قاعد تاني، يعني بتعملي بيه مرة واتنين وتلاتة لحد ما اللزقة بتاعته بتروح، بجد جميل وموفر جدا جدا جدا. شوفي بقى لما بتروحي كوافير او بتجيبي حنانة عشان ترسملك بس لو رسمة بسيطة بتاخد قد ايه عليها، فانتي من هنا بقى وجاي مش هتحتاجي الحنانة ولا هتحتاجي الحاجات دي. شايفين؟ بصوا بقى هنشيلها ازاي، شايفين؟ وكله على الطبيعة. شايفين شكلها جامد اوي ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. شايفين؟ والرسمة همسكها اروح حطها مكانها كده وبمنديل وانشفها طبعا من الحنة اللي فيها. من النهاردة مش هتحتاجي تروحي الحنانة، من النهاردة مش هتحتاجي تقولي لا خلاص مش هرسم دي سعرها غالي قوي عليا. هنجيب ب30 جنيه هتقعد معانا شهر كامل، شهر كامل. شايفين؟ الرسمة بتعمل مرتين او 3 كمان. بصي والقرطاس سهل الاستعمال جدا جدا جدا. بصوا شايفين؟ من كتر يعني سهولته انت ممكن ترسمي لنفسك اصلا اي رسمة بتعرفي ترسميها متمكنة فيها بالقرطاس ده هيساعدك جدا جدا ترسميها. تمام، تعالوا نشوف كده مع بعض انا هرسم ايه كده، هنعرف نرسم ايه مع بعض. تعالوا نشوف. طبعا انا هنا كنت برسم علامات الموسيقى دي، بس طبعا ما عرفتش ارسمها قوي لان انا ما كنتش عارفه اظبط ايدي لنفسي طبعا، لان طبعا الظبطه اللي انا فيها دي او الزاويه اللي انا واقفه بيها دي، فما كنتش عارفه ان انا ارسم حاجه يعني بصراحه كويسه يعني. تمام تمام، بس انا بوريكي ان هو سهل جدا 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 في استعماله، وخليكي متجدده وخليكي متالقه، تحرميش نفسك من حاجه. وخلينا شويه كده ايه نرفع من روحنا المعنويه شويه كده، مش كل شويه بقى ايه مذاكرة الأولاد وروتين البيت وشغل البيت. طبعا الحاجات دي كلها ما بتخلصش طبعا، بس تعالي كده ايه احنا كربات بيوت كده نفك عن نفسنا شوية بشوية حاجات بسيطة خالص 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 خالص. شايفين؟ نرسم العلامات الموسيقية سهل جدا. انا كل ده بس بوريكم ان هو سهل قد ايه
في الاستخدام، سهل جدا جدا جدا، اي حد ممكن يستخدمه، اي حد عنده اتقان رسمه ممكن يرسمها لنفسه لو مش عايز يجيب برضو الباكج ده على بعضه. تمام، شايفين شكله لذيذ جدا جدا جدا. والرسمه اللي انا طبعتها كانت تحفه، يعني تحفتين، تحفه دي قليله. دي برضو رسمه انا بعرف ارسمها، فاكرينها؟ دي رسمه كنا بنرسمها في الكراسات بتاعه ابتدائي. فاكرين الرسمه دي؟ مين رسم الرسمه دي وهو في ابتدائي؟ دي كانت اساسيه عندنا. تمام، شايفين اي رسمه متمكنه فيها ممكن ترسميها لو ما عندكيش الحاجات اللي انا جبتها اللي برسم بيها دي. تمام، الرسومات دي لا بصراحه مش عارفه لها اسم يعني بصراحه. احنا لما بروح نشتريها بلاقيها في وشي فما بسالها، يعني ما بسالش اسمها ايه. شايفين انا كده رسمت كام رسمه بالقرطاس من غير الطبعه ديت، ورسمت بالطبعه رسمت بالطبعه كمان، وكان شكلها لذيذ قوي ولطيف. اهتمي بنفسك بابسط التكاليف، ما تحرميش نفسك بحاجه، مش هتقدري تجيبي الحاجات اللي من بره، كل حاجه وليها بدايلها. طبعا انا قلتلك على بدايلها. يا رب تكون الحلقه كانت جميله ومفيده ليكي، وان شاء الله كل مره الاقي حاجه كده جديده هجيبها لك واقول لك عليها. متنسينيش في اللايك والشير، وسلام.